صباح الخير. امبارح شفنا الإعلامية المصرية ياسمين عز وهي عم تتناول بطريقة مستفزة المرأة اللبنانية وعم تستهزئ بالأكلات اللبنانية. ونحن أكيد ما تعودنا أبدا نرد على قلة الأدب وقلة التهذيب بنفس الطريقة، بس بنقول للسيدة المحترمة يلي مفترض إنها تحمل عبق الياسمين باسمها، ويلي مفترض كمان تكون بنت عز مثل ما بدل اسم عائلتها، منقلها لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا الفراعنة وتاريخهم المجيد هن يلي جعلوا المصريين بصميم قلوبنا، ولا الفينيقيين وإرثهم الكبير هن يلي خلوا اللبنانيين يفيضوا محبة على إخوتهم المصريين. محبتنا لمصر ست الدنيا ولشعبها خلقت معنا وربيت معنا ورح تبقى معنا ورح نبقى متمسكين فيها وأكيد مبسوطين فيها رغم كل أصوات الشواذ والنشاز. من نكد الدهر، نعم من نكد الدهر، أنه بعض المتملقين بثياب إعلاميين والحاقدين بنتيجة تجارب شخصية عم بيحاولوا تشويه وجه مصر المشرق اللي جسدوا رشدي أباظة، كمال الشناوي، فريد شوقي، أحمد زكي وعادل إمام، أحمد السقا، يسرى، بوسي وإلهام شاهين وغيرهم كتير من يلي محفور تاريخهم بحياتنا وعايشين معنا ومنحبهم وهن أكيد بحبونا. أما عن المرأة اللبنانية فإنها ولله الحمد ما ناطرة شهادة من حدا، وأكيد مش ناطرة شهادة من ناس حقودين حسودين، ويلي ما بيعرف لازم يعرف إنه هول جماعة مريضين، ولكن للأسف مرضهم ما إله شفا. تعرفوا ليه؟ لأنه مرضهم مش عضوي أو جسدي، ولكن مرضهم نابع من حقد شخصي وحسابات وتجارب شخصية انعكست على حياتهم، فصاروا بيكرهوا كل شيء حلو، ولهيك عبروا عن كرههم للمرأة اللبنانية بجمالها وحلاها ودلعها وأناقتها وخفة دمها. وبيجي وقت وبنحكي فيه بالتفصيل شو صاير وليه كل هيدا الحقد، ووقتها كونوا أكيدين إنه الياسمين رح بيصير شوك والعز رح يتحول لذل. أما عن الفتوش والمنقوش فنحن مبسوطين فيهم كتير، ويلي مش عاجبه ما ياكل هالقد ببساطة. أنا مثلا ما بحب الكشري، ولكن بحب منظر الكشري وبحب اسم الكشري وبحب يلي بيعمل الكشري وبحب كل مصري بحب الكشري. يا جماعة هيدي مصر ست الدنيا وتاج راسنا، وهول شعب مصر اخواتنا وحبايبنا. ولياسمين عز منقول باقيين على محبة المصريين رغم أنف الياسمين، ولا مصر وأهلها مصر العز كل العز رغم أنف الطائرين. صباحكم عز وياسمين.